عليكم كل متابعين وكل اخواتي اللي بيتابعونا على قناه اليوتيوب على دماغي من فوق، والناس اللي بيتابعونا على الفيس يومياتي في مزرعتك على دماغي من فوق. الحلقه النهارده بتتكلم عن الادويه اللي بنستخدمها في المياه، لان جالي اسئله كتير بالنسبه للادويه اللي بنستخدمها في المياه. تعالى النهارده هعرفكم ايه اللي بنتعامل بيه واللي شغالين معاه صيف شتاء، بس برنامج الشتاء بتغير معانا. طبعا يا جماعه العلاج اللي احنا بنستخدمه زي ما قلنا طول صيف وشتاء، وفي تغيير في العلاج طبعا اللي هو ازاي بنشتغله يومي. اول حاجه عرضها لك الاملاح. طبعا الاملاح دي بتاع شركه بريمة شغالين بقى على طول جوده، واهو الكتابه اللي ورا باينه تمام زي ما انتم شايفين. دي شركه بريمة كويسه معايا جدا جدا فوق ال 100% كمان. وطبعا معانا تبع شركه بريمة اهو دي الهير سيلينيوم لتحسين المناعه، كل الحاجات دي يا جماعه في تحسين المناعه، في نفس الوقت بيديك نسبه لبن ونسبه خصوبه. اللي هو ده بيديك نسبه خصوبه، ودي برده في نسبه خصوبه اهو. دول اللي بتعامل في شركه بريمة فيهم بقالي دلوقتي 3 سنين شغال على شركه بريمة ده يا جماعه، وشركه كويسه. دي ممكن يكون غاليين شويه بس بيدوك فوائد حلوه في الارنب. زي ما انتم شايفين كده الارنب بينور معاك، وبالنسبه هفهمكم واحده واحده. طبعا دي بنستعمله يومين اللي هو الاملاح، بتفصل يوم ميه وبعد كده بتشتغل حاجه تانيه. بس احنا في الصيف في بالنسبه للشتاء بنشتغل ده يومين وبنعمل فاصل يوم ميه، وبعد كده بنشتغل يومين تانيين وبعد كده فاصل يوم ميه. ببدا انا احط ايه؟ ممكن الفيتامين ا د مره بس في الشهر. انا بكلمك على البرنامج الشهري ده، بنحطه مره في الشهر اللي هو الفيتامين ا د 3 اهي. دي طبعا اهو دي شغال معانا 1 سم على اللتر، بيديك نسبه كويسه، بيديك برضو للخلفه ما تنزلش قليله من الام، فعشان كده بنستخدمه. وحلو جدا لتسمين الاطفال وتسمين لو انت بتسمن فراخ برضو معاك شغال كويس جدا. برضو كده عرضنا ال3 فيتامين. طبعا دي مضاد سموم، دي شغال في جزئيه في الارنب. والمضاد السموم ده يا جماعه اكيد كل الناس عارفه ده، برضه ليه نسبه وشغل تاني في الارنب. يعني دي ليه شغل في الارنب ودي ليه شغل تاني ونظام تاني في قلب في الارنب. طبعا ده جزئيته اللي احنا بنستعمله مره في الشهر، ودي برضه في نفس الكلام مره في الشهر اللي هو بنقعده 24 ساعه لمده يومين، ودي يومين بس. انت برضه بفهمك عشان تشتغل زي ما انت عايز. وطبعا لو انت عايز تعالج الكوكسيديا ومرض الكوكسيديا والكوكسيديا عندك مش عايزها تتجر عندك في قلب المزرعه، بتشتغل بالديكلاسول ده. طبعا هو دي شكل الديكلاسول زي ما انتم شايفين. الديكلاسول ده 1 سم بنستعمله لمده 24 ساعه يعني يومين. بنستعمله يومين، عايز تستعمله يوم مفيش اي مشكله لو انت هتشتغل بيه على طول. بالنسبه بقى للديدان، في حاجتين معاك للديدان. اول حاجه اللي هو سكرات البدرازين اللي انا عرضته كذا مره في حلقات كتير، دي فايدته فوق مش عايز اقول لك. ودي في حاجه برضو لو انت عايز تستخدمه على طول اللي هو البندازول. عامه انا راكن ده وقعدت شغال بدي لان هو دي اللي بيديني النتيجه في الديدان على طول. طبعا احنا شغالين بكل دول في الشهر وزياده عليهم الخل، بس اكتر حاجه بنشغلها للامهات الذكور هو ده طول الشهر اغلبيته. ده طبعا ده بنحطه مره اللي هو اللي بتاع الخصوبه. طبعا احنا داخلين على الشتاء مش محتاجين خصوبه اصلا، كده كده الخصوبه بتيجي برضه لان احنا داخلين على الموسم، وفي نفس الوقت في الشتاء بيبقى نسبه البروده بتدي للام خصوبه من كتر العلف. وطبعا لو علفها جيد برضه بنستخدم الادويه دي. طبعا احنا شغالين دلوقتي ب4 اصناف اللي هم دول ودول. وطبعا احنا راكنين الصنف اللي هو البندازول زي ما احنا كنا قايلين. طبعا زي ما قلت لكم الاملاح اكتر حاجه بتشتغل معانا في البرنامج طول الشهر. وانا بعرفك على البرنامج بتاعنا بنفصل بعد الاملاح، بنفصل يوم ميه وبعد كده بننزل الاملاح تاني
تمام. وبعد كده بننزل المضاد سموم. يعني احنا دلوقتي شغلنا الاملاح يومين وفصلنا يوم ميه، وبعد كده شغلنا الاملاح تاني، كده فصلنا الاملاح شويه. طبعا هنخش مثلا بالالف د 3 اهي، نحط لمده يومين وبعد كده فاصل يوم ميه، ونبدا تعيد املاح تاني. وبعد كده المحطات دي بقى خلاص اركنه في جنب. خلاص اشتغلت مره اللي هو بتاع طول الشهر. بنزل انا مثلا بعد الاملاح بقى اللي هو ايه تالت مره انزله في الشهر، هننزل اللي هي السيلينيوم. اللي هي السيلينيوم دي للخصوبه، وفي نفس الوقت بيديك انتاج كويس، وفي نفس الوقت برضه بيديك مناعه عاليه. هكملت لي الارنب عندي واوريكم العرض في اخر الفيديو. طبعا دي بننزله يوم وبنركنه خالص. بعد ما نخلص اليوم بنفصل بقى بايه بيوم ميه، وبعد كده بنشتغل بالاملاح تاني. كده بقى بص هتلاقي الشهر معاك زي ما بقول. بعد كده بنشغل دي يوم واحد فقط، وبعد كده بنفصل يوم ميه وشغال بالاملاح تاني. وبعد كده بقى يا جماعه عندك الديكلاسول، بتشغله لمده يومين. الديكلاسول دي بالذات بقى تحط يومين افيد من دول، عشان خاطر الارنبه اللي عندها كوكسيديا او مشكله الكوكسيديا ما تتهرش عندك وتطول في قلب المزرعه وتلاقي العنبر كله عنده مشاكل كوكسيديا. احنا بنحطه وقايه، دي شغل وقايه. وطبعا ستاره البطرسين دي مره في الشهر، يعني اعمل حسابك في جدولك مره في الشهر هو دي تعمله، اللي هو ستارات البدرازين للديدان قاتل. طبعا دي بنستخدمه على جوع، انا عامة نفسي بستخدمه على جوع في نفس الوقت وعلى عطش. يكونوا عطشانين قبلها بساعتين ثلاثة وجعانين، ببدأ انزل ستارة البدرازين مية، وبعد كده بساعة احط العلف براحتي زي ما انا عايز، مش هتلاقي ديدان نهائيا. طبعا يا جماعه زي ما قلت لكم اتفرجوا على العرض اللي انا شغال بادويه وعلف جيد، اللي هو العلف بتاعنا اللي احنا شغالين بيه والحمد لله علف. وهنبقى نعمل لكم حلقات مع الشباب في العلف بتاعنا عامل معاهم ايه وماشي معاهم في الرضاعه ازاي. وفي ناس بتستخدم ادويه وفي ناس بتستخدمش ادويه، والحمد لله العلف معاهم جبار. ويلا نشوف العرض الجميل وهتشوف ارنب انت تتمنى انك تجيب الارنب ده، مش شغل ناس تانية. يلا بينا مع بعض يا جماعة نشوف العرض مع بعض. طبعا يا جماعة العرض بتاعنا اهو، شايفين الامهات يا جماعة، شايفين اقوى خصوبة الحمد لله بفضل الله. خصوبة حاجة كويسة يا جماعة. وادي البكر يا جماعة اهو. اتفرجوا على العرض براحتكم ومعاكم في اخر الفيديو. Gülüşün bile yeterdi bana. Ben geldim sana ama engeldi zaman. Kalbin buz gibi benden uzak. Anlattım derdimi bitiremedim. Ağladım hiç gülemedim. Son çare. وطبعا يا ريت العرض يكون عاجبكم ودوسوا لايك على الفيديو ده، ويا ريت لو عندك اي تعليق او اي استفسار تكتبوا لنا في اول تعليق على القناه او على يوميات مزرعتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.